السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. هنبدأ الفيديو بتاعنا من هنا عشان النهاردة هنعمل أقوى اختبار ممكن تتخيله. هنعمله للحمام دوت، وأي مربي بيسمعنا دلوقتي لازم تعمل الاختبار ده للحمام عندك كل أسبوع مرة على الأقل، عشان تحمي الحمام بتاعك دي من الأمراض وتزود الإنتاج عندك. مش تفضل تعالج لي في أمراض وما تنسى الفرخ وانت ما بتفرخش. هقول لك اختبار قوي جدا انا بعمله للحمام ده اسبوعيا. شايفين الحمام كله يعني مستنيني، يعني مستني يقول لي والنبي خلاص بقى ارحمني بقى، انت اختبرتني بزياده. هقول لك الاختبار اللي احنا بنعمله للحمام، ولكن سريعا كده تعال نمسي على اخواتنا طبعا متابعين القناه. شايفين الحمامه اللي احنا كنا لاقيينها في الشارع بقت شكلها عامل ازاي؟ الحمد لله شفيت تماما. ما ترميش حمامك في الشارع، ما ترميش الحمام عندك في الشارع. عالج الحمام لو بفص توم، لو انت مش عارف تعالج الحمام اديله فص توم وحطه في سلاكه زي كده، حط له اكل وميه. الحمامه ما شاء الله كنا لاقيينها في الشارع ما شاء الله. شوف شكلها بقت عامله ازاي. تعالوا نمسي على اخواتنا وحبايبنا متابعين القناه، الناس اللي مشتركه معانا في القناه. لو انت مشترك في القناه انزل اشترك في القناه، هنكتب اسمك ونزين اسمك معانا بالقائمه الجميله اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم دوت. تعالوا بقى ندخل المكان عندنا وندخل الحمامتين دولت معانا، واقول لك الاختبار بتاعنا الجديد اللي احنا هنعمله معانا. يلا بينا يا شباب، يلا بينا ندخل المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخل مكان، سمي الله، ربنا يبارك لك في الرزق وربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتقدر ان انت تنتج من الطيور عندك اي حاجه بتربيها بقى، مش شرط حمام. اول ما تدخل مكان على الحاجه ديت سمي بسم الله. شايفين الطيره ديت الكركندايه الجميله ديت، الكركندايه ديت اقسم بالله الكركندايه ديت كانت جايه متكسره. كنت فاتح شبابيك هنا وانا قاعد هنا وواقف هنا، بصيت لقيت ان التايه ديت وقعت في الارض وانا قاعد عمال باكل في الحمام هنا. دخلت لي من الشباك دي قعدت لي هنا، قالت لي انا في عرضك. لقيت النتايه ديت زي ما يكون مفترسها صقر، والله العظيم نص جسمها ده كان متاكل، وكانت رجلها دي عامله زي بندول الساعه. شايفين النتايه بقت عامله ازاي ما شاء الله، وبتنتج عندي دلوقتي احسن زغاليل. فرأفة بالطيور عندك، خلي عندك رأفة بالطيور. يعني اي طيور عندك مريضه ما ترميهاش، يعني طير تعبان اهو، دي طير تعبان. شايفين عينيها عامله ازاي؟ طبعا حبسته لوحده اكل وميه وبديله العلاج بتاعه، ان شاء الله هيشفى، ان شاء الله هيشفى. وحابه اوريه لكم بعد كده. طيب الامراض يا جماعه الخير اللي بتصيب الحمام في الوقت ديت امراض كتير جدا، فانا كل شويه لازم بختبر الحمام عندي. شايفين الحمام؟ شايفين الحمام؟ هندخله لكم اهو. هضرب بس صفاره هتبص نلاقي الحمام كله داخل. بالشكل ده يعني. شايفين الحمام اهو بدأ يسمع الصفاره، كل الحمام بدأ ان هو يدخل المكان. طيب الاختبار اللي انا بعمله للحمام ده ايه؟ انا كل اسبوع يا جماعه بعمل الاختبار ده عشان الامراض. ايه الاختبار ده؟ ان انا ميعاد الكلفه دلوقتي تقريبا الساعه 6 مساء. شايفين خلاص الجو بدأ يروح اهوت، الدنيا بدأت تليل للساعه 6 مساء. فانا باكل في الحمام ده الساعه 4، اتاخرت عنه النهارده حوالي ساعتين عشان اختبر الحمام ده. بختبر الحمام ده بايه؟ يا جماعه الخير الحمام لما بيجوع ما بيموتش، ولكن الحمام لو اكل كتير ورميت الاكل قدامه على الارض كتير بالشكل دوت، وانت بترمي الاكل في اي حته كده، ويبقى فيه طبعا براز الحمام ويبقى فيه خراجات الحمام، الحمام بياكل مع الارض وبيمرض. ولكن لو انت بتكلف الحمام ده بميعاد هتلاقي الزغاليل صحتها كويسه. ازاي الزغاليل صحتها كويسه؟ لان الحمام لما بياكل كويس بيروح ياكل الزغاليل كويس، لما بياكل كويس بيروح ياكل الزغاليل كويس. بلاش ان انت ترمي الحمام اكل على الارض كده، الا اذا كان المكان نظيف. لو المكان عندك مش نظيف فما ترميش الحمام اكل على الارض. طيب انتوا مش ملاحظين حاجه؟ انا هوريكم برضو عشان يعني ركزوا معايا عشان الفيديو ده مهم جدا. شايفين الحمام كله نزل على بص شباب، بصوا ركزوا معايا. كل الحمام اللي في العيون نزل، اللي على الحصى واللي على الزغاليل. لو تبص في العيون مش هتلاقي ولا حمامه في العيون، كل الحمام بدأ ان هو ينزل على الارض. وفي حمام بره طبعا كان منتظرني بره، كل الحمام بدأ ان هو يدخل. اختبرت انا الحمام بقى ازاي؟ الحمامه المريضه مش هتنزل تاكل. الحمامه المريضه خدها مبدئيا كده، لان ما بيبقاش عندها شهيه اصلا للطعام، هتلاقيها واقفه ومش عايزه تنزل ان هي تاكل. فبالتالي ببدا ان انا اخد الحمامه دي وببدا ان انا احجزها في مكان زي كده، اخصص لها سلاكه، اخصص لها اي عين من العيون ديت، وببدا ان انا احط فيها الحمامه ديت. اختبر الاخراج بتاعها، بختبر الاخراج بتاعها. لو لقيت الاخراج بتاعها فيه اخضر، لقيت فيه سلات، لقيت في اي حاجه، ببدا ان انا اعالج الطيور دي. شايفين يا جماعه الخير اهو الحمام كله يعني خلاص. انا يعني النهارده حتى والله العظيم كمان ما عندي كلفه، انا بقالي يومين ثلاثه ما عنديش كلفه، باكل الحمام ده قمح بس. هتقول لي غلط القمح، اقول لك لو اكلت قمح على طول غلط، لو اكلت قمح على طول غلط.
لازم تاكل كلفه للحمام. يعني لو انت هتحط يوم يومين بالكتير في الاسبوع قمح ما عندكش مشكله. ليه؟ لان انا بطير الحمام، فالحمام بيروح يجيب رزقه من الطبيعه. انا فاتح البيبان اهوت وفاتح الشبابيك اهي، فالحمام بيروح يجيب رزقه من الطبيعه. طيب هتقول لي الحمام بتاعي ما بيمشيش ومستقر في المكان او حابس الحمام في المكان، هقول لك لازم تحط له كلفه متنوعه عشان الحمام ده ما يمرضش منك والحمام ده ما يموتش منك. تمام كده؟ طيب وكمان هتلاقي عندك الانتاج كويس، هتلاقي عندك الانتاج الحمام في انتاج زي الفل. انتوا لو ملاحظين اهوت تاني مره اهوت مفيش حمامه لا واقفه بره ولا في حمامه. حتى بصوا هوريكم العشوش اهوت لسه حتى اخر ذكر نازل اهوت، كل الحمام كله على الارض. معنى كده ان الحمام صحته كويسه، معنى كده ان الحمام بياكل كويس. قلت لك لو في الفرد ما نزلش تعرف ان الحمام ده مريض، تبدا ان انت تجيب الفرد ده وتبدا ان انت تعالج فيه. هقول لك اسعافات اوليه سريعه ان انت تعملها عند الحمام عندك جوه. لو شكيت في الحمام مجرد الشك، انا شاكك ان الحمام ده تعبان، لقيت حمام كاشش، حمام ما عندوش اقبال على الطعام، فالاسعافات الاوليه اللي انا بعملها او بدي ميه، بدي فلاجيل على الميه دي، بدي 5 سم لكل لتر ميه. دايما يا جماعه في الصيف لازم الميه تكون نظيفه، الوعاء يكون نظيف، الوعاء زي ما انتم شايفين كده يكون وعاء الميه نظيف، لان الميه دي اكتر حاجه بتقتل الزغاليل. ليه؟ لان بتنقل مرض الكنكر للزغاليل، فالاهالي هتروح تشرب من الميه الملوثه لو هي ميه ملوثه وتروح تاكل الزغاليل، فالزغاليل بالتالي ممكن تموت منك، خصوصا الزغاليل اللي هي في الاعمار ديت. في زغاليل بتبقى في اعمار صغيره فبتبقى معرضه لمرض الكنكر، فخلي بالك ان عشان الزغاليل ديت ما تموتش منك. ميزه الميه ديت مهمه جدا ان انت تهتم بيها. غير الميه في فصل الصيف مره واثنين في اليوم، غيرها مره واثنين في اليوم مش هيحصل حاجه. اول ما تدخل اوعى تحط ميه على ميه، اوعى تحط ميه على ميه. اتفرغ للفرخ، اتفرغ للانتاج. الحمام بينتج صيف وبينتج شتاء، مفيش حاجه اسمها حمام بينتج، لا حمام بينتج طول السنه، ولكن من ايدك انت بقى. انت شوف انت بتاكل الحمام ده ايه، شوف انت بتهتم بالحمام ده ازاي، تديله فيتامينات وتديله املاح مع ايه. طيب تعالى بس بقى اعمل لكم سيرب الاكل كده وطلع الحمام على السطح. شايفين الحمام ما شاء الله، شايفين الحمام ما شاء الله اهوت. ممكن نطلع الحمام على السطح عادي، ناكله على السطح لو انا عايز اطلع الحمام بتاعي على السطح وانت تبقى مبسوط بتربيه الحمام. في ناس بقى بتحب ان هي تقعد على الارض تاكل بقى الحمام من ايديها والحمام ياكل من ايديها والقصه دي كلها، فممكن تعمل كده برضو لو انت بتحب ان انت تعود الحمام عليك. يا جماعه الخير تربيه الحمام سهله وبسيطه، وتقدر ان انت تنتج من الحمام ده وتكثف الانتاج. الحوش كلها بفضل الله هتلاقي فيه زغاليل وفي حصى، هتلاقي فيه زغاليل وفي حصى. طبعا الحمام ده عامل له عش تاني اهوت عشان هيبدا ان هو يحص تاني ان شاء الله تعالى. الحمام ده برضه حصه على الزغاليل، تلاقي الحمام كله الحمام اهوت حصه ومعاه زغاليل اهوت. هنا برضه في حمام محصه اهوت ما شاء الله تعالى. الجوز ده حصه وخدت منه الزغاليل بتاعته، الجوز دوت طلع كمان اهو ما شاء الله، بدا ما شاء الله الله اكبر. الزغاليل طلعت اهيت وبدات ان هي تظهر لنا تاني، وكان معانا الزغاليل دي بتاعته الجميله قطفناها منه. تربيه الحمام سهله بسيطه. اتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم ويكون قدم لكم معلومه. اختبر الحمام عندك كل اسبوع، جوعه ساعتين 3 ان شاء الله تقدر ان انت تفرخ من الحمام بتاعك بشكل كويس، ما تلاقيش عندك امراض. بتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.